السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مبروكة، رمضان مبارك إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والقيام والدعاء إن شاء الله. الإخوان الكرام، خاصة الغيورين على هلال الناظور، الجمهور الواسع والعريض ديال هلال الناظور، النادي الكبير. معكم الأخ بن خدة باش نخرج بواحد التعقيب وندافع على مكونات الهلال وعلى على راسي بعدانيت. على كل حال، ردا على داك اللايف اللي كان داز مع واحد الاخ فريد، اتهمونيه بشي مسائل اللي في الحقيقه يرثى لها، يعني ماشي في المستوى ديال هذا الشهر الرمضاني وشهر المبارك. رمضان مبارك ان شاء الله. يعني سمعت كلام خطير بزاف، كلام اللي كيمس في الكرامه ديالي، كلام اللي كيمس في الكرامه الرياضيه والروح الرياضيه اللي كاينه عند الجمهور ديال الهلال ولا الجمهور الرياضي خاصه. فنبدا الاول بالاخ سي ايوب اللي حلف في القران واتهمني بالمرض النفساني وبانني كنستعمل سميتو كنستعمل الفانيد. ردا عليه وقال بان شي ناس من المكتب، من اعضاء المكتب، هما اللي عطاو له هاد المعلومه هذه. الحمد لله الاخ ايوب، كنترجى الله عز وجل يهديك، لان رمضان وحلفتي بالقران بانك كتقول الحقيقه، بانني انا كنستعمل الفانيد ولا المسكنات العقليه ولا الامراض العقليه ولا الامراض النفسانيه. فانا الفانيد ديالي هو الاذكار. الفانيد ديالي كندير الحمد لله، راني بصحه وعافيه، هذا من فضل الله عز وجل، كرمني هذه الصحه والعافيه ان شاء الله، واحمده واشكره. هما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، استغفر الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. هادو هما الدواء ديالي انايا، هو اللي كنستعمل. الحمد لله راه الله عز وجل كرمني بالصحه والعافيه. فهذا كلام خطير اللي قلتيه، وان شاء الله ربي يوفقني، نتابعك ان شاء الله، ونترجى الله عز وجل ينصر المظلوم، لانك ظلمتيني، والله عز وجل لا يهمل، وإن يمهل الظالمين. والحمد لله بن خدة ماشي سلقوط، وولد الناس الحمد لله، والجمهور الرياضي ديال هلال الناظور كل شيء كيعرفوه، حتى المغرب كامل، لا المغرب تطواني ولا الوداد ولا اولمبيك خريبكا، كيعرف بان بن خدة من صغره ما عندوش العداوه، وما عندوش الكلام الساقط، وما عندوش ذوك الاخلاق اللي يبين فيها الاخلاق المزيفه. فعلى كل حال، كنترجى الله عز وجل يوفقني وباش نقول الكلام الصائب في هاد العواشر هذا، وما نظلم حتى شي واحد. فعلى كل حال، انا اللي كنترجى باش من يعني باش من نهرسش الفريق ديالي هلال الناظور اللي لعبت معه سنوات وضحيت معه، باش ما نهرسش هذا الفريق هذا. كنحمل لك المسؤوليه انت اولا، والاخ فريد اللي دافعين الناس من برا باش يشوه السمعه ديال بن خدة، واللي مشى معك في الخط حتى هو بان مشى امن 100% بانني انا عندي امراض عقليه وعندي امراض نفسيه، وكنستعمل الدواء وكنستعمل الفانيد. ان شاء الله باذن الله غادي يوفقني الله عز وجل باش نتابعه حتى هو قضائيا، ونترجى الله عز وجل يبين الحق. هذه من النقط المهمه باش انا نخرج بواحد وجه، باش واحد الوجه نقي من هذا مدينه الناظور، ومن خاصه في سميتو على في نطاق الرياضه، وخاصه في كره القدم، لان انا كنت عارف كره القدم هي اخلاق، كره القدم هي تربيه، كره القدم هي كتاخي ما كتعاديش، والنتائج كتكون متقبله، لان النتيجه فيها الربح والخسران والتعادل. يعني بنادم واخا يخسر كيبقى فيه الحال،
ولكن تبقى رياضي، تبقى الروح الرياضيه اللي كتطغى على العقليه ديال اللاعب ولا ديال المدرب ولا ديال المحيط ديال داك كره القدم. ف بن خداع عبد الوهاب كنترجى ان شاء الله من الجمهور الكريم، من الجمهور الكبير هلال الناظور يسمح لي، لان وصلت لواحد الدرجه ما يمكنليش نتابع التدريب ديالي مع فريق هلال الناظور لاسباب. اولا الاسباب لان الفريق فيه بزاف ديال الاعطاب، وثانيا نفسانيا الفريق مع هذه المهزله ديال وفاء فاس ما بغيتش نزيد الجرح عمقا، وبغيت نخرج من باب واسع. واخا المسيرين ضامنوا معايا باش يوقفوا بعض اللعابه، والمسيرين متحمسين وباغين نبقى مع الفريق حتى اخر مطاف ديال هذه البطوله، ولكن عارف انا باللي ناضوا الناس اللي ما كيسواوش، الناس اللي ما عندهمش الاخلاق، الناس اللي ما عندهمش ضمير وخدام كيسبوا وتيشمتوا لا في الناس المسيرين ولا في اللاعب بن خدة اللي جا يلاه 3 لي ماتش ولا 4 لي ماتش وكيترجاو منه باش يدير واحد النتيجه اللي لا يمكن لا يعقل مع هذا الفريق هذا اللي كان حاليا اللي فيه الاعطاب بزاف. على كل حال في الحقيقه هي واحد القرار اللي اتخذته من بعد التفكير ديال يومين، من بعد استشاره مع بعض الاخوان الاصدقاء ديالي لا في هولندا ولا هنا في الناس اللي كيسيروا والناس اللي قرابين ليا. استشرت معهم، شفت راسي بانني غادي نجبدوا بزاف ديال الصداع وغادي نمشيو بالفريق للهاويه. انا ماشي دوك الناس اللي باغي ترزق من الهلال بحال شي وحدين اللي خرجوا البارح في سميتو في اللايف وخدامين باغيين غير يسترزقوا وباغيين غير المشاكل باش يرجعوا يبقى يربحوا واحد 100 درهم ولا واحد 50 درهم. انا ما الحمد لله عز وجل كرمني بالكرم ديالو، وما مستغني على هذا الشهريه ديال الهلال ومستغني على الفلوس ديال الهلال. انا بغيت الهلال يكون في بريمير ديفيزيون، وان شاء الله غادي يوفق ان شاء الله عز وجل غادي يوفق هذه المدينه والجمهور ديالها النقي والجمهور ديالها اللي كي يتحلى بالروح الرياضيه وبتسطير البرامج باش يوصل هذا الفريق هذا للبريمير ديفيزيون. ان شاء الله غادي تكون في ظرف 5 سنين ان شاء الله باذن الله. فانا دابا الحمد لله خديت قرار مع نفسي وباستشاره مع العائله وباستشاره مع الاصدقاء. العائله كنقول العائله الهلاليه والعائله ديالي والاستشاره مع الناس اللي قرابين ليا، خديت قرار باش نخلي الجو ترونكيل باش ما نجبدش صداع بزاف، لان الهلال كيحتاج دابا حاليا كيحتاج كل عنصر اللي بوزيتيف اللي يعطي اكثر للفريق. فانا فهاد الظروف هذه ربما نقدر نعطي اكثر، ولكن كاين لعابه اللي ربما ما غاديش يعجبهم الحال الا بقيت مازال كمدرب ديالهم. فلهذا انا كنعلن حاليا كنعلن الاستقاله ديالي، يعني الاستقاله ديالي المره، لان كان عندي واحد الهدف باش نقيو ذاك المستنقع ديال الهلال اللي فيه المستنقع ديال السب وديال الشتم وديال الكلام الساقط، ولكن الله غالب. كنترجى ان شاء الله وقت اخر وفرصه اخرى ان شاء الله. واخا دابا حنا هذاك الطوبيس اللي كنديو حنا راه ماشي نمشيو كنلعبوا فيه، حنا راه كبار، راه بنادم شايب، حنا ما غاديش، راه عندنا مسؤوليه يا امام الله يوم القيامه. حنا مشينا باش نديروا لا فيزيت وثم مشينا المرجان باش ندخلوا الاغراض للفيستير، يعني المستودع راه بحال داخل الحمام، ما عندناش فين غنجلسوا وما عندناش فين غادي نحطوا الحوايج ديالنا. سي زكريا النهار اللي مشينا بغينا نمشيو للبركان درنا مع 11:30 وفوقاش خرجنا مع 1:15، يعني من 11:30 حتى ل 1:15 راه تقريبا 2 سوايع الا ربع ديال الروطار. وهذا درتيه نتايا مع الشيفور عبد الصمد. حنا السي عبد الصمد ما كنعرفوش وكنتمناو له التوفيق وعواش مبروك عليه، ولكن انت درتي لنا واحد الروطار اللي ضيعنا في البرنامج ديالنا. وهذاك الماتش ديال بركان كنا باغيين اللعابه اللي لعبوا
باغي نديروا واحد ليسبري دو جروب في بركان، نمشيو ناكلوا مجموعين ونخرجوا مجموعين، ثم اللعابه اللي لعبوا غادي ترينيو ويديروا الديكراساج كما قال سي الاخ الكريم سي ايوب. قال ذاك النهار الثلاثه ربحنا بسباته كان خصني يكون الديكراساج، هو هذاك اللي كان غيكون الديكراساج. ثم اللعابه اللي ما لعبوش، وهذوك اللعابه اللي جبنا ديال الداير الصغار باش يلعبوا معنا من الجونيور ومن الكادي، باش نعطيهم الفرصه ونشوفوهم كيفاش دايرين. هذا هو الهدف من بركان. ثم ليسبري دو جروب، ملي انت هرستنا البرنامج عرفنا بانك انت يعني هاوي ماشي محترف في الخدمه ديالك، وحنا كنترجاو ان شاء الله الله يهديك، وان شاء الله تولي تحترم الناس الكبار اللي عليك. هذا هو اللي بغيناه منك. اما هذا اللي وقع راه وقع، ولكن وضحنا للراي العام الاسباب باش هربتي نتايا من النادي، لان لقيتي بالخده معقول ما تيبغيش يحشي لك الهضره، تيحترمك وما تيحتقركش، ولكن انت ما كنتيش كدير معنا النيه صافيه، كنت ديما كتجبد علينا النحل على والو. على كل حال هذا هما الاسباب اللي خلوني، من الاسباب اللي خلوني نستقل. ثم زائد لهذه الاسباب هادو كاين اسباب لبعض اللعابه اللي مثلا ما كيجيوش في الوقت، وكيجروا معهم بعض اللاعبين معهم كيجروهم معهم في الاخر في الهاويه. وعندنا الاخ سامبا بن عيسى. اولا شرحت له شنو هو لو بريباراتور فيزيك. لو بريباراتور فيزيك السي بن عيسى راه ماشي هو المسؤول على الكونديسيون فيزيك ديال الفرقه، راه المدرب هو اللي مسؤول. واش انت السي بن عيسى ملي بلا نفهمك، المدرب فهمك كاخ قال لك بان البريباراتور فيزيك ماشي مسؤول على كونديسيون فيزيك ديال الفريق، ما بغيتيش تحيدها من راسك وكتقول انت بانك مسؤول، وبان انا كنضرب فيك بانك انت ما كديرش لا كونديسيون فيزيك الفريق. انا وضحت هذا الشيء وما خصنيش نبقى نعاود له. وانت راك بريباراتور فيزيك كتوجد الجروب باش الجروب يدخل مع المدرب ويخدم باش ما يتلقاش لي بليسيور. هذه هي الخدمه ديالك السي بن عيسى. وحنا راه انا كنت كنعاملك كاخ، ما بغيتش نهرس لك، يعني ما بغيتش نقول للمسيرين هذا السيد هذا راه ما بغيتوش وراه عنده خدمه قديمه. يعني انا حنا وياك هضرنا باش السخونيه، يعني لو شوفمون ديال ليكيب تكون كلها من الكره. علاش؟ لان شحال ما دربتي اللعاب بالكره كتولي الكره عنده سهله، وكتولي التكنيك ديالو اكثر ولو كونترول ديالو اكثر. السي بن عيسى انا مع احتراماتي لك كنتي كتهضر فيا في الغايب وانا ما بغيتش نهرسك، ما بغيتش، معليش كنخليتك لان كنا في رمضان وهضرتي فيا وسميتو الماتش ديال فاس. كنقول لك اودي السي بن عيسى دير لو شيفمون بالكره، وانت كدير عندك اللي بغيتي ودرتي اللي بغيتي، وان شاء الله كنتمنى لك التوفيق. انا ما عنديش الغل عليك ولا الحقد عليك، وكنترجى ملي غادي نجي عندك تلقاني بقلب صافي. انا قلت هذه الهضره هذه باش تعرف بان انت راك خاطئ، الخدمه ديالك ماشي هكاك، وكنترجى لك التوفيق ان شاء الله. ان الاسباب اللي خلاتني عاوتاني ناخذ هاد الاستقاله هو حفظ ماء الوجه. يعني بن خدا ما جاش بروفيتي في الهلال. بن خدا كان جاب واحد النيه غادي يخدم، وغادي ينقي الفريق، وغادي يوصل الفريق لواحد المستوى افضل، يكون فيه الكره وتكون فيه النتيجه بطريقه سهله. ما هو الكره عمرها ما كتكون سهله، ولكن كيكون الفريق موجود. هذا هو الهدف ديالي اللي كان. ولكن ملي تلاقيت مع بزاف ديال العراقيل، لا ديسيبلين، الانضباط، لي بليسير، وثم الكلام الساقط، فانا اعتذر للجمهور العريض ديال هلال الناظور ولا المكتب المسير اللي باغي يبقى وباغيني نبقى. انا كان ما بغيتش نزيد الطين وبله. وقفت هاد المسيره هذه، وكنعتذر للفريق، وكنشكر على المكونات اللي خدموا معايا واللي ساعدوني واللي شجعوني، وكنترجى ان شاء الله الى قديت ندير شي حاجه للفريق انا موجود. كنطلب من الجمهور الكبير العريض هلال الناظور، سواء في هولندا، في المانيا، او لا في اوروبا عامه، او لا في المغرب البلد الحبيب، او لا في اقليم الناظور المدينه المنكوبه، كنطلب منهم الاعتذار على هذا القرار، وكنترجى ان شاء الله نكون في المستقبل في احسن
الحال، ونكون على حسن ظن الفريق والنادي والجمهور ديالو والمحيط ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.